بص بقى دلوقتي انت ليكي شغل هتنزلي. في ناس بتنزل بعد شهر او شهر ونص بعد 40، في ناس بعد شهرين، في ناس بعد 3، في ناس بعد 4 اللي هم موظفين الحكومه، وفي ناس بتكمل لحد ما بتفطم العيل وتنزل بيه الشغل. طيب لسه بسالك بقول لك انه فين مع ماما بيعمل ايه؟ ماما بتحب احنا نفسها بس مش اكتر منك. طيب بيرضع طبيعي ولا صناعي؟ بيرضع صناعي. صناعي ليه؟ اصل هو بيرضع صناعي 50 و50. طب 50 و50 يبقى انت وانت في الشغل او انت في الامتحانات ممكن يحصل عندك احتباس لبن. هتقولي لي ما انا لبني ضعيف، قلت لك مين اللي قال لك انه ضعيف؟ قلت لك انا بقعد ارضع فتره قد ايه؟ انت متخيله ان الربع ساعه اللي كل ما حد يجي يهري فيها ويقول لك اصل هو في ربع ساعه فيهدى ويسكت، واول ما اجي احطه على السرير يقوم ويصرخ. فانت فاكره ان ده الغلط، ولكن هو ده الصح. ان العيل الصغير ما بيهداش ولا بيسكت ولا بيرتاح غير لما يبقى في حضن امه. يمسك معاها لبنها كتير لبنها قليل، طب لما بيمسك فيها يبقى زي الفل. يكمل ساعه واثنين وثلاثه واربعه متواصل. قومي بس ساعه ما اللي هو ايه، ساعه ما تحس ان في تنميله في المنطقه دي او تنميله هنا عند قفاكي او تنميله عند دراعك، قومي وغيري الوضعيه عشان بس ما يجيلكيش بواسير، ما يجيلكيش التهاب مجرى بول، ما يجيلكيش التهاب اعصاب، وما يجيش اللي هو عرق النسا ولا خشونه. حلو. وفي نفس الوقت تقوم تشرب الميه فما يجيلكيش امساك. فيبقى احنا كده خلصناها. طب العيل الصغير سؤال لسه جماعه معانا في امبارح بيسالونا بيقولوا ايه؟ بيقولوا هي تاكل امتى؟ الام اصل هي مش لاقيه وقت تاكل. قلت لهم ببساطه جدا تقوم ترضع. قالوا اه. قلت ما ترضعش الا ما تكون شاربه كوبايه ولا كوبايتين ميه او عصير او حاجه فيها شوفان ولبن، وبعد كده ترضع. او هي بترضع وتاخدها على رجليه. طب يا دكتور ما هي ما بتنامش. طب بس هي بتقوم ترضع، فهي في اللحظه اللي هتقوم ترضع فيه بتاخد الحاجه قبل ما تبتدي ترضع وقبل ما تتحرك. طيب يبقى ده كده نحل اول اشكاليه. الثاني اصل البيبي ما بيشبعش. هو البيبي ما بيشبعش من امه، ما بيشبعش رضاع، ما بيشبعش حنيه. فهو طول ما هو ماسك معاها هيفضل ياخد، فهو مآمن فساكت. فطول ما هو ساكت ده مكسب. في ناس بتبقى عندها لبن كتير والعيل الصغير اول ما يقرب منها يرفص ويضرب. فالليله مالهاش علاقه بان العيل بياخد الكميه بتاعته ولا ما بياخدهاش. صح يا حاجه؟ صح يا حاجه. تعالي بس حط البتاع ده كده بس انا هكمل بقيه التصوير علشان خاطر نكمل بقيه الشغل. طيب يبقى العيل الصغير راح اهو في حضن ماما آمن وهدي وساكت، يبقى دي مكسب. طيب لبن ماما بيكفي العيل ولا ما بيكفيهوش؟ ما تشغليش دماغك. طب هو بيغذيه؟ دي بقى نتكلم. نأكد على كلمتين، حفضتين ميه في اليوم على الاقل مليانين بنغيرهم يبقى احنا كده زي الفل. طيب والوزن بتاعنا بنجيبه نوزن هنا، ودي الشغلانه اللي انت هتعمليها بعد كده اللي هو ايه، ان انت هتبقى قاعده فولو اب للحالات اللي هو كل اسبوع بتيجي توزن، سواء كان حديث الولاده او المبتسرين او المنقصين في الوزن او اللي احنا بنديهم بدايه نظام تغذيه علشان خاطر يبتدوا يزيدوا في الوزن. فاللي هم اول 3 ل 4 شهور علشان خاطر العيال الصغيرين المفروض ان هم يحققوا 700 جرام زياده. لو حققوا 700 جرام على لبن امهم يبقى زي الفل. ما تجيش زي حد كده بعتبره خايب اللي هو ايه، انا ممشي لكم العيل الصغير على انه بيزيد ال 700 بالظبط على لبن ماما، وكل ما تيجي تقول لي صناعي اقول لهم كخ مفيش صناعي. ليه يا دكتور؟ انت زي الفل، انت كميه البول والبيبي بيهدى وينام في حضنك. وركزي في الكلمه الثانيه، هو ما بين قوسين ولما بيبعد عن حضنك بيوقع ويعيط. طيب ما هي ده السؤال. طب ما هو ده اللي انا عاوزه، اصل انا عايزاه احطه ينام. اقول لك لا، ده اللي بيحصل في الافلام الاجنبي اللي اللقطه ديت بيقعدوا يصوروا فيها 3 ليالي. فلو انت صدقتي كل اللي بيجي في التلفزيون وكل اللي بيجي على الميديا، احب اقول لحضرتك في حاجات اسمها ايه؟ في حاجات اسمها شطات، وبتاخدي سيت اب، وبتاخدي سايد، وبتاخدي قصقصه، وبتاخدي تظبيط فيديو. فما تجيش تتكلمي في اللي انت شايفاه قدامك. انت شايفاه قدامك ده واجهه، ما تعرفيش اللي هاني مثلا واقف كده، ما تعرفيش انا ورايا شغل ايه وتعب ايه وناس قد ايه عشان خاطر المصنع دي تقوم. هو نفس الكلام، بيبقى امن وهدي ونام وتحط في حضنك خلاص خلصت. جيتي تنزليه عيط 100 طب وبعدين عيط عايز امه. جيتي تاخديه كلتي بعد كده جرب. طب ليكي قد ايه؟ هتقولي لي سنه انت عايزنا نتنفخ ونتخن. 5 لتر ميه 3 لتر ميه حطيهم عصاير حطيهم شرب. ما طلبتش منك حاجه تدخن. بعدين خدي شوفان بيتظبط ده بيتاخد للي عايزين يظبطوا وزن ويزيدوا كمان مش اللي عايزين يخسوا. فاللي يجي يقول لك اصل ده بيخسسش. طيب بعد كده خدت البطين، ابعد عن النشويات قدر الامكان. حسيت ان انت محبط، خد نشويات اللي هي صعبه الامتصاص من اول البليله فما بعدها. والعيش بقى ابعد عن العيش الابيض والدقيق الابيض، خش على العيش الاسود خالص اللي هو الحبه الكامله، عيش الشوفان. المهم مكمله. طب بعد الزحمه دي شربتي، خدت بالك، عيلك ظبطيه، عصرتي له لبن، خزنتي لبن في الفريزر، ظبطتي امورك، يبقى كده احنا مش محتاجين الصناعي. بس ما حصلش اي حاجه من الكلام ده كله وانت عملت اللي عليك وخدت فيتاميناتك.
بتاخدي فيتاميناتك قبل ما بتاكلي وتشربي، يبقى انت كده بترمي فلوسك في الارض، ففيتاميناتك مش هتجيب فايده. خدتيها ظبطتيها ابتديتي تاخدي فيتاميناتك، صحتك بقت كويسه، عيلك بيزيد في الوزن، يجي يقول لك اصل العيل ما بيخسش ما بيزيدش ما بيعملش، شيله انت كلف مصاريف بس، ولا هو طحنك بس كل واحد مش لاقي له لازمه فبيرمي كلمتين على الفاضي بس. هو بيصعب على واحده غلبانه زي حالاتك اللي هو اول ما دخلت تقول لي اصل يا دكتور اصل ايه بس، يلا يا بنت عشان نشتغل في الفيديو.